عمرو أديب يذيع مفاجأة مدوية عن أسعار الدولار بالسوق السوداء. إليكم التفاصيل. لا تنسوا دعمنا بإعجاب ومشاركة ومتابعتنا وتفعيل الجرس. كشف الإعلامي الشهير عمرو أديب أن الدولار الأمريكي ينخفض بشكل غير متوقع ومفاجئ مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء، أو ما يعرف بالسوق الموازية للدولار. كما أضاف الإعلامي أديب خلال برنامجه أن الجنيه المصري زاد أمام الدولار الأمريكي ب5 جنيه، وسعره أصبح 35 جنيه أو 36 جنيه للدولار الواحد بدلا من 40 جنيه. زي ما قلنا لحضراتكم، السوق السوداء الدولار كان يسجل فيها 40 جنيه، دلوقتي 35 جنيه، فالانخفاض واضح وصريح. أشار الإعلامي عمرو أديب أن الجنيه المصري قد تحسن أمام الدولار الأمريكي بشكل قوي خلال الأسبوع الماضي، وأيضا أسعار البيض تراجعت في السوق المصري. وفي نفس السياق أشار الإعلامي أديب إلى أن سعر جرام الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة انخفض، وتحديدا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر الدولار بشكل قوي في السوق الموازية، وذلك بالتزامن مع الاتجاهات الهبوطية لأسعار الذهب، استقرار الدولار الأمريكي لمدة تزيد عن شهرين في البنوك، تلقي الدولار ضربات قاصمة للظهر أبرزها قرار تجار السيارات بمقاطعة شراء الدولار من السوق السوداء. أيضا تصريحات السيد رئيس الوزراء عن سعر الدولار الحقيقي، تصريحات وزير المالية فيما يخص قدرة الدولة على سداد ديوناتها المالية وتحسن سعر الصرف. كل هذه عوامل أثرت على سعر الدولار. وننتقل إلى خبرنا التالي.